إلا كانت عندك بطاقة رميد فما تفلتش هاد الفيديو مفرح ومفرح بزاف. أخنوش كيزف خبر صار للناس اللي عندهم بطاقة رميد، وكيكشف على موعد اللي غادي تصرف فيه الدعم المالي المباشر لجميع المغاربة اللي محتاجين لهذا الدعم هذا. فما تفلتش هاد الفيديو وحاول تفرج فيه كامل باش تفهم كل شيء، وبارطاجيه مع الجيران ديالك، أصدقاء ديالك، الإخوان والأخوات ديالك والعائلة ديالك، خصوصا الناس اللي عندهم بطاقة رميد. فرئيس الحكومة كيأكد عزيز أخنوش اليوم أن نظام السجل الاجتماعي الموحد واللي كتشتغل عليه الحكومة كيشكل واحد المدخل باش يمكن للمواطنين من الدعم المباشر، يعني دعم مباشر للمغاربة والمغربيات. وكيبرز السيد أخنوش في التصريح ديالو للصحافة عقب ترأسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع الإخراج ديالو الحيز الوجود، أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باللي كيتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والله يحفظه لينا. وبعد أن استحضر تأكيد جلالة الملك في الخطاب العرش ديالو ديال عيد العرش على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية والتنزيل ديالو في أحسن الظروف، سجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية غادي يساعد على تحديد المحتاجين للدعم، يعني باش نعرفوا الناس اللي محتاجين لهذا الدعم، باش الناس اللي محتاجين هما اللي يستافدوا وماشي كلشي يستافد. يعني كما طرا ملي كانت كورونا فكانوا ناس اللي اغنياء واستافدوا من هذاك الدعم، وكانوا ناس اللي يعني كنقولوا لاباس عليهم واستافدوا من ذاك الدعم. فما بغيناش نفس الامر يوقع، لهذا فالحكومه هذه المره كتقرر وكتنفذ هذه الاوامر من صاحب الجلاله الملك محمد السادس. وكذلك اشار أخنوش في هذا الصدد أن المنتسبين لنظام المساعدة الطبية رميد غادي يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري، يعني جميع المواطنين اللي عندهم بطاقة ديال رميد فراه غادي يستافدوا من نظام التأمين الإجباري عن المرض فيما تم السنة الجارية، على أن يتم في أواخر السنة المقبلة تقديم الدعم المباشر للأسر اللي لديها أبناء اللي كيتابعوا الدراسة ديالهم واللي العدد ديالهم 7 ديال الملايين. وكذلك الاسر اللي في وضعيه هشه اللي هما 3 ديال الملايين فغادي يتم تقديم الدعم للابناء ديالهم اللي كيقراو في المدارس واللي مازالين في سن التمدرس. وكذلك غادي يتم تقديم الدعم للاسر اللي عندها هشاشه، الاسر اللي محتاجه والاسر الفقيره غادي يتم تقديم لها دعم مباشر ان شاء الله. فكان هذا هو الفيديو ديالنا، حاولوا تبارطاجيوه. ولا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديال بروف محسن ما تنساش تشارك فيها وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد الاخبار.